زي ما كريستيانو رونالدو ذا جوت في ذا فوتبول باربل بنش بريس، هو كمان ذا جوت في ذا ابر بودي. اتمرنوا بالطريقه الصحيحه وهتلاقي زياده رهيبه في صدرك وكتفك والتراي. علشان تتمرن بالاداء الصحيح لازم تبدا باهم خطوه، سيت اب. هنبدا بمسكه البار. كل ما كان مسكه البار اضيق كل ما كان الاستهداف اكتر للتراي. علشان نستهدف الصدر هنوسع شويه 10 ل 5% حسب الدراسات، انها بتديك افضليه في القوه والدفع. لكن واسع قوي كده ده تاثيره بيكون قليل لانه بيقلل المدى الحركي بتاعك. كمان الدراسات بتثبت ان المسكه الواسعه بتزود خطر الاصابه. عشان تمسك مسكه مظبوطه على حجم جسمك هتنام على البيت وهتخلي دراعك مستقيم وتنزل بالكوع كانك هتتمرن. كوعك يضم على جسمك لحد ما الصابع الكبير الثامب يبقى لاين اب مع الصابع الكبير التاني. المسافه بين الدراعين هي هتبقى انسب مساحه. انراك البار وخلي البار تحت عينك بالظبط. اوعى تخلي الثامب بتاعك يكون على نفس اللاين مع صوابعك لان ده مش امان. وخلي المسكه بتاعتك شكل قبضه لان هي امان اكتر والبار ما يتزحلقش ويقع على صدرك. كمان من الاخطاء اللي بتسبب اصابه للريست انك بتخلي الريست بتاعك مايل لورا، ده بيأثر بالسلب على الريست وبتشتكي منه مع الوقت. لازم الريست والساعد يكونوا حاجه واحده. هترجع رجلك لورا وخليهم لازقين في الارض عشان يدوك ثبات ويدوك عزم في الدفع. هنحتاج نعمل اكتيفيشن للعضلات التاليه علشان تساعدك انك تكون ستيبل اكتر وتساعدك في الدفع. الجسم من تحت اللور بودي. استخدم الكوادز بتاعتك الرجل الاماميه عشان تدفع رجلك في الارض، واستخدم الجلوتس لسحب الركبه. هنعمل تقريش بسيط جدا في الظهر مش اوفر قوي. فايده انك تعمل تقريش بيكون مريح اكتر لكتفك وكمان بيجند الياف عضليه اكتر من عضلات الصدر. هتخلي قبضه ايدك موجهه للسقف. انت بتشيل البار هتستخدم اللات لرفع البار، وبعد ما تشيل البار كانك بتثني البار نصين. هي دي المسكه بتاعتك. البار ما ينفعش ينزل ستريت اب اند داون، يعني البار ما ينفعش يطلع وينزل خط مستقيم لان ده ممكن يسبب اصابه للكتف. وعلشان تعمل ده بطريقه صحيحه ما تخليش الجاذبيه تنزل منك البار بينزل منك على الشكل ده. خليش كوعك يكون قريب من جسمك ولا بعيد قوي عن جسمك. خليه بمسافه 45 درجه ل 70 درجه. المس البار على صدرك جنتلي. لكن بعض الناس بيكون عندهم راوندد بوستشر فمش بيقدر يعمل الحركه دي لان الموبيليتي بتاعته بتكون اقل. فالوضع بتاعه طبيعي ان هو يخلي مسافه القبضه بين صدره والبار. وانت نازل هتخلي الفور ارم بتاعك يكون مستقيم، لا يكون مايل لبره ولا مايل لجوه. وانت نازل هتخلي فيه ثانيتين لثلاثه البار يكون تحت عشان تعمل فول ستريتش. لان الدراسات بتثبت ان افضل حاجه للزياده العضليه وعضلات الصدر ان هو يكون فول ستريتش. وعلشان تعمل فول ستريتش فانت بتعمل باز لمده ثانيتين او ثلاثه البار بيكون على صدرك. وانت بتطلع بالبار حاول كانك بتخلي الباي يقربوا من بعض كانهم هيلمسوا بعض. ده بيعمل اكتيفيت اكتر للصدر. وانت بتطلع فوق بلاش تطلع للاخر وتزق بكتفك لان ده هيسرق منك العده. طلع نفسك وانت بتبوش وخد نفسك فوق واعمل بريس كور وانزل العده بتاعتك تاني. وبكده مبروك عليك اداء التمرين باربل بنش بريس باداء صحيح 100%. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي سوبر سيت لايك في كومنت، مش خساره فيا.